السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهارده هنعمل مع بعض اكله قد ايه اقتصاديه وقد ايه بسيطه وكمان سهله في الجو الحر ده. مش هتاخد منك ولا وقت ولا مجهود. تمام كده؟ اكله اقتصاديه من الدرجه الاولى. يعني ب20 جنيه هتغدي اسره كامله بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. بينطلق عليها او بيسموها جمبري الغلابه، بس اقسم بالله من اسهل والذ الوصفات اللي ممكن تعمليها، وكمان نتيجتها اللهم بارك تحفه. شايفين شكلها؟ هتفضل معاكي كريسبي كده من اول واحده لاخر واحده. وان شاء الله الوصفه تكون خفيفه وبسيطه ليكم لو اتبعتوا الخطوات بنفس ما احنا هنعملها. ما فيهاش اي افتكاسه ولا فيها اي مجهود. تمام. بس يا ريت بقى اللي اول مره يشوفنا ويشاهدنا ما ينساش يحط لي لايك واشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وكمان هقولك ازاي تحتفظي بالبسارية معاكي فترة طويلة جدا في الفريزر وتطلعيها تشتغلي بيها تطلع نتيجتها معاكي زي اللي انت شايفاها دي. هتقعد معاكي في الفريزر اكتر كمان من 6 شهور. تمام كده؟ تعالوا بقى بينا نسمي الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ونبدأ الوصفة بتاعتنا. ده كيلو من البسارية. اهم حاجة وانت بتنقي البسارية تجيبي البسارية بتاعتك ما تكونش مهرية، وتكون بتلمع بالطريقة اللي انت شايفاها دي، وتكون متماسكة ما تكونش مهرية. تمام. وكمان حاولي وانتي بتجيبي البسارية تنقي البسارية يكون الحجم بتاعها كبير زي ما انتوا شايفين كده، لان في بسارية اليومين دول في الاسواق حجمها صغير جدا. بلاش اللي حجمها صغير دي، هتيجي تقليها هتحسي انها ناشفة معاكي زيادة عن اللازم وما فيهاش اي لحم. انتوا شايفين الحجم ده؟ الحجم ده كويس جدا. الكيلو ده كان بكام؟ كان ب20 جنيه. في المرحلة دي انا بنضفها ازاي؟ بشد الراس بتاعتها بتطلع بالامعاء زي ما انتوا شايفين. طريقتها سهلة جدا من غير مقص ولا اي حاجة. هناخدها تحت الحنفية على مية جارية ونغسلها كويس جدا مرة واتنين وتلاتة. تمام. ما تبالغيش في غسلها. اهم حاجة تغسليها وما تدعكيش فيها جامد عشان ما تتهريش منها بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. واهم حاجة بقى الخطوة التانية، نحطها في مصفى ونسيبها تصفي المية او السوائل اللي هتنزل منها كويس جدا. اهم حاجة علشان التتبيلة بتاعتك تبقى كويسة وتاخد من التتبيلة بتاعتك تتصفى كويس جدا. سيبيها تتصفى براحتها. تاخد لها تقريبا نص ساعة كده تتصفى. تمام. تعالوا بقى نشوف التتبيلة اللي هنتبل بيها البسلة. دي معلقة كمون كبيرة، عليها نص معلقة كزبرة، عليها معلقة توم مليانة كبيرة مفروم. تمام كده. عليها معلقة ملح برضو، عليها ليمونتين. وهبتدي احط المكونات بتاعتي كده كلها على بعض واقلب البسارية بتاعتي في التتبيلة بتاعتي. تمام. شايفين الشكل كده بالطريقة اللي انتوا مكوناتها سهلة جدا وتتبيلتها سهلة جدا جدا. شايفين؟ انا بسيب قشر الليمون بيمتص الزفارة بتاعتها. انا بعد ما بغسلها بالطريقه دي والله ما بيبقى فيها اي ريحه زفاره. شايفين البساريه بتاعتي؟ الصينيه بتاعتي ما فيهاش اي سائل خالص. ده راجع ان انا سبت البساريه بتاعتي تتصفى كويس جدا. كده انا ضامنه انها هتاخد من التتبيل وهيبقى طعمها اللهم بارك تحفه. انا كده بعد ما تبلتها قلبتها كويس زي ما انتوا شايفين بالطريقه دي. هعمل ايه؟ هغطيها وادخلها التلاجة واسيبها شويه. هتاخد لها قد ايه؟ هتاخد لها تقريبا ساعه. البسارية والاسماك من الحاجات اللي ما بتحتاجش وقت طويل في التتبيل علشان ما تتهريش منك. هغطيها بقى بكيس او بستريتش راب وادخلها التلاجة زي ما اتفقنا. اكتر حاجة ممكن تسيبيها في التتبيلة ساعة. تمام كده. هدخلها التلاجة ونرجع لبعض تاني نشوفها بعد ما نخرجها شكل ايه. هنا كانت عدى عليها ساعة في التلاجة بالظبط زي ما انتوا شايفين بالمنظر ده. اتبلت كويس جدا وبرده ما نزلتش اي سائل منها او اي عصاره لان زي ما قلنا اتصفت كويس جدا. تعالوا بقى نشوف هنتبلها ازاي او هنحط ايه الكفر الخارجي بتاعها. الكفر بتاعها اسهل ما يكون. انا طبعا البسارية بتاعتي متبله كويس. تمام. هاخد بقى معايا ده دقيق عادي خالص ما فيهوش اي حاجه ولا ملح ولا اي حاجه، دقيق عادي جدا. هبتدي اخد البسارية واحده واحده زي ما انتوا شايفين بالطريقه دي واخبطها على ايدي كده، يعني احطها في الدقيق واخبطها على ايدي كده. هنزل منها كمية الدقيق اللي باقية او الزيادة بتاعتنا ليه علشان ما تحرقش الزيت بتاعي. خلاص. زي ما انتوا شايفين كده. هبتدي اخد البسارية بتاعتي كلها واعملها بالطريقة دي دفعة واحدة. ممكن تحطي كمية بكمية في قلب الدقيق وتقلبيها وتطلعيها، دي حاجة راجعة لك. بس انا بفضل بصراحة ان احنا نعملها واحدة واحدة كده عشان نضمن ان البسارية بتاعتي اتغلفت كلها وما يبقاش فيها اي دقيق زيادة يحرق الزيت معاكي. تمام. وتضطر ان انت تغيري الزيت. هخلص بقى الكمية بتاعتي كلها واوريلكوا شكلها بقى عامل ازاي في الاخر. هنا كان خلاص غلفت البسارية بتاعتي كلها كده بالدقيق. في ناس بتحب تحط على الدقيق نشا، انا ما بفضلش. النشا بيخليها تعضم معاكي قوي وبتخليها تشد، بتحسي ان انت بتاكلي حاجة ناشفة ما فيهاش اي لحم او فيها اي سمك. تمام كده. هنا خلصتها كلها. الدقيق في المرحلة دي السمك بيتشربه او البسارية بتتشربه فما بينزلش اي دقيق زيادة منك في الزيت. تمام. في الوقت ده معايا طاسة على البوتاجاز فيها زيت.
عايزه الزيت بتاعي يكون ساخن بس ما يكونش ساخن لدرجه الغليان، يعني انك تنزلي بس فيه البسارية كده يكون بيغلي، لان لو الزيت بتاعك سخن قوي زياده عن اللزوم هيخلي البسارية بتاعتك تعضم وتحمر من جوه من بره بسرعه، وتيجي تشيليها تطرى معاكي في الزيت. اهم حاجه انت تسويها بالطريقه دي. انا بنزل بالبسارية بتاعتي واحده واحده كده، ما تنزليش بيها دفعه واحده عشان ما تتكومش منك والدقيق يمسك في بعضه. اهم حاجه في المرحله دي ما تقلبيش البسارية خالص باي شوكه او باي معلقه. لو حابه تحركيها تهزي الطاسه بتاعتك على النار بالطريقه اللي انت شفتيها دي وتهزيها كده. اول ما البسارية بتاعتك تغير لون قلبي بقى فيها براحتك زي ما انت عايزه، ما تاخدش منك اي وقت، 3 دقايق توصل معاكي للون اللي انت شايفاه ده. شايفين شكلها؟ اللهم بارك، تحفه، مش هتاخد منك اي وقت. هنا كنت خلصت كمية البسارية بتاعتي كلها. شايفين شكلها؟ اللهم بارك، قد ايه كريسبي وقد ايه شكلها كمان جميل. البسارية مش هتتنضف، بسارية تتاكل كده ما فيهاش اي شوك خالص. شايفين شكلها؟ وكمان ممكن تقدميها جنب عيش بلدي، سلطة طحينة، سلطة خضراء وبصل زي ما احنا مقدمين كده. ده كان غدانا النهاردة. الكمية دي كلها من 20 جنيه عملنا غدا الأسرة كاملة. ممكن تقدميها كمان جنب رز وسلطة، دي حاجة راجعة لك انتي. بس والله اتمنى ان انتوا تجربوها، الوصفة سهلة جدا، كمان مغذية جدا جدا لأولادك، وكمان وصفتها سهله، تاخدش منك اي وقت ولا اي مجهود. تعالي بقى اما اقول لك ازاي تحفظي البسارية بتاعتك لمده طويله معاكي في الفريزر. بعد ما بتنضفيها على الحوض زي ما احنا قلنا وتسيبيها تصفي معاكي كده من الميه، اهم حاجه تصفي كويس جدا. بتاخديها في علبه تلاجة وتحطيها العلب اللي هي بتاعه الحفظ، اللي هي حفظ مره واحده دي، وتحطي البسارية بتاعتك ما بين كل راقه وراقه، تحطي عليها كيس بلاستيك من بتاع التلاجة، ما تحطهمش كلهم دفعه واحده، تمام كده. اهم حاجه انها تصفي قبل ما تحطيها في العلبه، صفي كويس جدا، تاكدي انها متصفيه من الميه. حطيها بقى في الفريزر بتاعك، بتقعد معاكي اكتر من 6 شهور او سنه كمان. اهم حاجه ما تحطيش، ما تكونش متبله او تكون عليها تتبيله، تمام كده. وتاكليها بقى وتيجي تطلعيها من الفريزر، تتبليها بنفس التتبيله اللي احنا عملناها وبنفس الخطوات، تاكليها بالف هنا وشفا. اتمنى ان وصفتي النهارده تكون عجبتكم وتكون نالت رضاكم وقدرتوا تستفيدوا حتى لو بمعلومه بسيطه. يا ريت بقى اللي وصل معايا لحد هنا في الفيديو متنساش يحط لي لايك ويفعل زر الجرس واشتركوا في القناة عشان يوصل لكم جديد، كل جديد. دمتم في رعاية الله وحفظه، دمتم سالمين.